هلا نحن بدنا نفوت على منطقة العلاج، منطقة أثرية صاير بالجبل. هذا أول المدخل. كانت المية تجي من عند النبعة، هذا الوادي هذا كله كان صيف الشتاء المي. هسه نحن رايحين على العلاج. إيه ما أعرف من قلة الأمطار شنو السبب ما أعرف، بس ميتها كانت بتجري من عند النبعة، من النبعة من فوق هذا كله مي. الوادي هذا نفسه بس تحفر بايدك تقول برا ما هيك تلاقي مي جواته. هاي المتبقي من المي يعني لساتها تلمد، هاي الارض كلياتها لسه تبج مي. مي حلوه جاريه من الارض تنبع وتجري سبحان الله. هذا نعناع بري. شوفي هاي المية جارية كلياتها، شوفي أساس منين تنبع يعني مو جارية من فوق، راح تجي تنتهي لساتها قاعد تجري. ها شايفة شلون مي جارية يعني. تو شفتي كنا نشرب مي يعني تجين عطشانة تنزلين من الجبل تلاقين المي تشربين. حيوان هنا يجي يشرب مي يعني المي متوفرة يعني بس قليلة يعني مو إنه قلانة من قلة الأمطار. شوفي تحت شايفة هاي حجر، شايفة حجر بس ينز مي. ما ناخذ لا عشان يصير غلط من كانت مصيف. هذا سجرتين بري، سجرتين البري هذا ما يطلع غير بالحجر اللي بيه مي. يعني هون بالجبل عندنا وين حجر بيه مي يطلع بيه تين بري. هاي كانت الجرة معبية هاي المنطقة كلياتها بس يبسان كثير منها يبسان. كان معصر الزيتون قديمة معصر الزيتون من حجر من أصل كانت جوا بس طالعينها صايرة كذا. هيك الحكي والمقولة إنه كانت معصر الزيتون قديمة من حجر. هاي مقبرة العلاج فيها كم قبر يعني بين العالم اللي يعتقدون هم مشايخ أو سياد أو قبر حدا من اللي يقربون للشيخ عبد العزيز لو كان الشيخ عبد العزيز من عائلته ما أعرف، بس إنه يعني كثير عالم تعتقد قبور سياد قبور مشايخ. يعني إحنا نقولهم أهل العلاج. وجود هالبناء هي جوا القاع وهالقلعة أكبر دليل على إنه في قلعة جوا القاع. لو تتنقب يمكن هاي كلها تطلع قلعة. هاي مدخلها يعني مبين تنقيب ما في. أما حدا يجي يدورون آثار، تعرفين أنت تجار الآثار كثير عالم هنا جت تدور آثار. حدا حافر هين طلعت هاي القلعة لأنه هاي القلعة ما كانت متقدمة يعني من شغلة 20 سنة. هي شغلة 20 سنة وليه جاي حفرت هاي المكان هذا المكان وطلعت فيه هاي القلعة. نحن سمعناها طالعوا ذهب، طالعوا جرار، طالعوا ذهب، طالعوا صندوق من حجر نحن ما شفناه بس شفنا القطة اللي عليه. دائما كنا هنا نجي نطلع رحلات نطلع نزل قطة الحال صندوق بس شفناه. هاي القبور اللي مدفونة من آلاف السنين يعني من امتى مدفونة ما حدا يعرف شنو مدفون بهالقبور جواتها. بزماناته بالقديم كانوا يدفنون الميت يدفنون كل اغراضه معه، ذهب يدفنونه معه، ايش عنده ذهب ايش عنده مال يدفنونه معه. ما حدا يعرف جوهر القبور ما حدا يعرف. اول لما اكتشفوا مصر ليش مصر هاي هسه قاعد يطالعون منها الاثار يطالعون مو لحد الان قاعد يكتشفون بها اكتشافات لو هم منقبينها ما يقدر يكتشفونها. يعني حتى الملك اذا ما تنقبين مكان ارضه اللي كان عايش بها ما تعرفين يعني حتى اسمائهم عرفوها من تحت من وراء التنقيب عرفوا اسماء الملوك. يعني احنا هاي المنطقة أثرية لو متنقبة يمكن حتى راح نعرف منو كان ساكن بيها. عاشوا بيها آبائنا وأجدادنا وهاي نحن وهاي أولادنا ولسه لحد الآن ما حدا يعرف تاريخ المنطقة لأنه المنطقة ما تنقبت. يعني أهل المنطقة كلهم ما حدا يعرف عن هالشي يعني لساتها مجهولة لأنه ما تنقبت وما في علماء جو اشتغلوا بيها. يعني دائما العلماء هم يطالعون كل شيء مدفون جوا الأرض تاريخه كله
بده يكون مدفون. تاريخ المدفون إذا ما نقبتيه بحياتك ما تعرفينه. نحن لحقناها مشان ما نقولش ما لحقناها، كانت سجر صفصاف كلياته. سجر الصفصاف كان محط الجهتين، الجهة المنقاد والجهة المنهين. هذا الوادي كان بس سجر صفصاف، فوق النبعة سجر الصفصاف. هاي كلها كانت نبعة. مية تعبين توقفين هين تعبين مي. نوقف هنا نعبي المية يعني. كنا نجيب الجابية هين نحطها جايبية الغنم. غنم تجي من الجبل ترهين ترجع على الجبل. النبعة كل اللي ظل منها الخرطة. شايفتها؟ من النبعة هاي يظل يكب مية لآخر الطريق أول ما فتنا. هذا كله كان تفكرين لو تجين تفكرينه نهر. يعني تحسين شفاية عم تمشي على جاري نهر من هنا ومن هنا. من هالنبعة هاي. بس من زمان صارت عاد ميتها قلت. ظلت تقل شوي شوي وخفت. كانت أولي ان احنا كل المنطقه هنا غنمها ترد هين، تجي مو بالجبل هين تا ما تنزل للقرى وتروح للقرى مكان بعيد، تجي من الجبل تجي هين ترد وترجع لنا الجبل. هاي المنطقه كلها حفر جديد، يعني تجار الاثار يعني عندهم اساليبهم وعندهم اجهزتهم، يجون هنا كلها منقب عنها جديد، محفور عنها جديد. شو مطالعين منها عاد الله اعلم. هاي من كم سنه هين من هين مطالعين صندوقها، بس هذا المتبقي من الصندوق شقف كسرينها من صندوق حجري من حجر رخام، يعني مو حجر عادي. كثير مهربين آثار قاعد يجون هين بي معاهم عالم تيجي مختصة بهاي الشغلات، لأنه مو كل مكان ينحفر، ما يحفرون إلا المكان يعرفون يلاقون بيش، يعني مبين. معاهم أجهزتهم يجيبون أجهزتهم معاهم ويجون يحفرون بالليل وبالنهار يروح. هذا البير حفر إيد، يعني محفور حفر ايد، دهجي خشب شلون محطوط عمر عماره. لما يجي البير هذا تقريبا كان شي 40 متر، بس صاير بيه حجر متضايق بيه حجر. نظيف من الحسكه بدها تمر من الشيء.